تفتكر خصوصيتك على برنامج الشات زي الواتساب ولا التليجرام محمية بنسبة 100% لمجرد إن هما بيقولوا تشفير من الطرف للطرف، ولا أنت مجرد كتاب مفتوح بس مش واخد بالك؟ الإجابة على السؤال ده صادمة وتعرفها في آخر الفيديو. بس الأول خلينا نتكلم بصراحة، احنا عايشين في عصر التطبيقات. الموبايل ما بقاش مجرد وسيلة اتصال، ده بقى عقلنا التاني. التطبيقات بتنظم وقتنا، فلوسنا، صحتنا، حتى علاقاتنا. فوائدها لا حصر لها في تسهيل الحياة وسرعة الإنجاز، لكن لكن الكبير، السلاح ده ذو حدين. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم بصفتي خبير محلل استخدمت وحللت تطبيق محدد أثار جدل كبير. تطبيق اسمه شات ريبت نمبر اند شات انالايز، وده اللينك بتاعه موجود في الوصف اللي عايز يشوفه. التطبيق ده بيقدم وعدين أساسيين. الأول، تشفير رسائل برقم سري ما تقدرش أي جهة تفكها غير أنت واللي بعتهولك. والتاني هو تحليل محادثات الشات عشان يديك إحصائيات أكتر عن أكتر الكلمات بتستخدمها وأكتر شخص بتتكلم معاه. فخليك معايا بقى لحد نهاية الفيديو عشان أوضح لك كل حاجة في التطبيق ده وحاجات تانية كتير. فكرته وعبقرية التطبيق ده، خلينا نحلل الأرقام والواقع. التطبيق فعلا بيستخدم خوارزميات تشفير قوية، وده بيخليه خيار ممتاز للناس اللي بتبعت معلومات حساسة جدا زي بيانات بنكية، صور شخصية خاصة وما بتحتفظش بيها في سيرفراتهم. وده العيب اللي مش كتير يعرفه. لو ضاع منك رقم السري اللي شفرت بيه، انسى رسايلك للأبد. مفيش استعادة كلمة المرور. وهنا ده غير ان الواجهة بتاعته بدائية شوية ومحتاجة تطوير، لكن المصداقية بتحتم عليا اتكلم عن الجانب المظلم. التطبيق ده وتطبيقات تانية شبهه زي تشفير الرسائل ماسنجر انكروبيشن او شات لوكر ممكن تستخدم في اغراض غير اخلاقية تماما زي الخيانة الزوجية او اخفاء محادثات مشبوهة عن الاهل او السلطات. وده اللي بيخلق حالة الرفض عند قطاع كبير من الناس. من واقع تحليل تعليقات المستخدمين على البلاي ستور، بنلاقي ان اكتر الناس بتكره التطبيق دوت هما اللي واجهوا مشاكل تقنية خلتهم يفقدوا بياناتهم، او اللي شايفين انه بيسهل الخداع وعدم الشفافية، بالاضافة لان الواجهة المجانية مليانة اعلانات مزعجة جدا. وهنا بقى نيجي للنقطة اللي بيفكر فيها اي خبير: المطور بيكسب ايه طالما تطبيق مجاني؟ الاجابة واضحة، الاعلانات الكثيفة هي المصدر الاول، لكن في طرق خفية تانية زي جمع بيانات استخدامك للتطبيق، مش محتوى الرسائل المشفرة بس. انت بتستخدمه امتى وفين ومع مين؟ وبيبيعوها لشركات الاعلانات عشان يوجهوا لك اعلانات ادق. وده بيطرح سؤال كبير عن الخصوصية حتى في تطبيق بيقدم التشفير. طيب لو انت محتاج بدائل تانية تكون موثوقة ومجربة، عندك تطبيقات متخصصة في الخصوصية من الاساس زي تطبيق سيجنال. ده تطبيق شات كامل مبني على فكرة التشفير القوي ومفتوح المصدر، ومحدش بيشوف رسايلك نهائيا. وده بيختلف عن شات تيربت، انه مش تطبيق اضافي، ده هو الاساس. وفي كمان تليجرام بخاصية المحادثات السرية سيكريت شات، اللي بيقدم تشفير طرف من طرف لطرف مع ميزة تدمير الذات للرسائل. ودول بيتميزوا بانهم شركات كبيرة وميزانيتهم ضخمة لتأمين سيرفراتهم. وعشان نكون منصفين، ميزة التحليل انالايز اللي موجودة في شات ريبت مش موجودة بوضوح في البدائل دي. وهي ميزة قوية بس سلاح ذو حدين برضه. لو وقعت في ايد اي شخص غلط، هنرجع للسؤال الصادم اللي بدأنا فيه: هل خصوصيتك محمية بنسبة 100% على برامج الشات؟ الإجابة الصادمة هي لأ. مش عشان التشفير ضعيف، التشفير قوي جدا، لكن عشان انت ممكن تكون الحالة الأضعف. لو حد عرف الرقم السري بتاعك أو لو تليفونك اتسرق وهو مفتوح، التشفير ده مش هينفعك. تطبيقات تشفير زي شار شا... شات ريبت هي أداة قوية، بس بتحتاج مستخدم واعي فاهم عيوبها ومميزاتها وعارف ان التكنولوجيا لوحدها مش هتحميه. لو مهتمش بأمانه الشخصي، الخيار دايما في ايدك انت. لو عجبك الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، وستنى تاني تطبيق جديد عشان اقولك الجديد ومفيد في عالم التطبيقات. سلام يا صاحبي.